في الملف الآخر مشاهدينا، من الولايات المتحدة إلى موريتانيا، فمنذ أشهر تثير تحركات الرئيس الموريتاني السابق محمد بن عبد العزيز جدلا إعلاميا وسياسيا. وفي أواخر سبتمبر الماضي غادر بلاده من أجل العلاج في فرنسا، ليحاول بعد ذلك فتح مواجهة مع النظام الحالي الذي يقوده صديقه ورفيقه السابق في السلاح محمد ولد الشيخ الغزواني. فما هي ملامح الأزمة مع الرئيس الموريتاني السابق؟ أشرح لكم. يحاكم اليوم ولد عبد العزيز وأركان حكمه بتهم أبرزها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية سببت الإضرار بمصالح الدولة، فيما بات يعرف بملف فساد العشرية. لكن المتهمين ومن بينهم رئيسا الحكومتين السابقتين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ووزيران سابقان هما محمد عبد الله ولد الداعة طالب ولد عبد فال، ينفون تلك التهم الموجهة إليهم، إذ يصف الرئيس ولد عبد العزيز المحاكمة بتصفية حسابات سياسية. توترت العلاقة بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه في نوفمبر 2019، حيث ترأس ولد عبد العزيز اجتماعا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم آنذاك، ويوقع بعدها بأيام نواب في البرلمان عريضة يرفضون فيها ما سموها محاولة عبد العزيز الهيمنة على الحزب. منذ 4 أشهر يطل ولد عبد العزيز باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، يناقش معارضين ويستضيفهم ويدافع عن سياسات تبناها خلال فترة توليه الحكم، محاولا فتح مواجهة مع النظام الحالي، فيما يعده بعضهم حراكا جديدا وآخر ما يمكن أن يفعله. في ما يتعلق بفصول ما حصل بينهما، أيضا هناك حركة قوات تحرير الأفارقة الموريتانيين في باريس تدخل ضمن تفاصيل المشهد. رغم ذلك تشير تقديرات إلى أن الرئيس السابق لا يتمتع بتأييد كبير وسط المعارضة الموريتانية في الداخل بعد حكمه للبلاد طيلة عقد كامل، قبل أن يسلم البلاد إلى ولد الغزواني الذي عمل معه في الجيش ووصل إلى رتبة جنرال، قبل أن يفرقهما الخلاف السياسي. نناقش أبعاد ودلالات هذه المحاكمة من واشنطن مع دكتور محمد ولد جبريل، وزير الشباب السابق والمتحدث باسم جبهة التغيير الموريتانية، هو ينضم إلينا من واكشوط. أهلا وسهلا بك سيدي. هي أول محاكمة لرئيس سابق بتهمة الفساد، ما أهميتها الرمزية ودلالتها السياسية أيضا؟ شكرا جزيلا. في البداية أود أن أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام عبر العالم العربي. أهلا وسهلا. أنا اسمي محمد ولد جبريل، وزير سابق بالفعل وقيادي في حزب الرباط. فيما يخص هذه المحاكمة، نحن نعتقد ونعتبرها فصلا من فصول تصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز. كما تعلمون، الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلم السلطة في تناوب سلمي على السلطة ديمقراطي شهده العالم أجمع، ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض لجملة من المضايقات. وبعد الخلاف الذي وقع في الحزب كما أشرتم، قام الرئيس الحالي صحبة جماعة من معارضيه بتلفيق هذه التهم في ما كان يسمى بلجنة التحقيق البرلمانية، التي اعترف جميع أعضائها بأن ما تم الاتفاق والتصويت عليه في البرلمان أصبح خارج السياق اليوم، لأن جميع التهم أو جميع الملفات التي كانوا يطالبون بها خرجت من السياق، وأن ما يحدث الآن هو تصفية حسابات سياسية. هناك نواب كثر صرحوا بالصوت والصورة بما لا يدع الشك بأن ما جرى في البرلمان كان مجرد تصفية حسابات سياسية. الرئيس محمد بن عبد العزيز متشبث بحقوقه المدنية والسياسية، وهو يقول بالحرف الواحد أن ما ذهب إليه هذا النظام هو فساد لما عمل منذ 10 سنوات، وأن ما حققه الشعب الموريتاني في المجال الديمقراطي وفي مجال البنى التحتية للبلد في تراجع خطير. وهو يقف وأكد في آخر رسالة له بالأمس أنه سيظل واقف إذا كان ولد عبد العزيز متأكدا بأن مساره
فعله خلال الحكم كان صحيحا سليما، لما لا يدع القضاء يسري مساره ويضع لهذه المحاكمة مجالها، وهو يطالب بأن تكون علنية بطبيعة الحال؟ طبعا هو طالب بأن تكون علنية، ولكن أختي العزيزة القانون الموريتاني، الدستور الموريتاني نص في المادة 93 بأن الرئيس لا يمكن محاكمته إلا أمام المحكمة السامية، وهذا ما تم تجاوزه من طرف هذه السلطة. هناك العديد من التجاوزات، كل حلقة وكل فصل من فصول هذه المضايقات وتصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس محمد عبد العزيز تم التنكيل بالدستور والقانون فيها. ونقول هنا أن آخر فصل من المشي والتلكؤ وعدم احترام الدستور كان في الأسابيع الماضية عندما تم توقيف رئيس وحرمانه من المشاركة في مهرجان سياسي من دون أي عذر قانوني أو أي أمر قانوني. نحن نريد، وهو قال بأنه لا يعتبر المادة 93 لأنه كل التهم التي وجهت إليه يرى أنه من شرفه وكرامته ومن حق الشعب الموريتاني أن يعرف كل ما جرى في ال10 سنين، وبالتالي قال أنه يتكلم بأنه يريد أن تكون هذه المحاكمة علنية ليعلم الشعب من كان يدافع عنه ومن كان يحارب المفسدين. نحن نقول أن الرئيس محمد عبد العزيز هو من كان يحارب المفسدين، والمفسدين اليوم تمكنوا من السلطة لأن الرئيس الحالي ضعيف ولم يستطع إبعاد المفسدين المعروفين في الأوساط الشعبية. ربما حين يكشف ذلك دكتور محمد ستبرز الأصوات عما لماذا لم يكشف عن ذلك خلال فترة حكمه، ولماذا قدم ما يجعل السلطة الحالية تحاسبه على ملفات الفساد. شكرا. خلال فترة حكمه موريتانيا كانت تتربع على حرية التعبير والإعلام. كنا في الرقم 46 أمام تونس. كانت الصحافة تجري تحقيقات، وكانت الصحافة الدولية والوطنية تعمل كما ينبغي، وكان البلد يجري في الطريق السليم. واحترامه للدستور هو في حد ذاته إنجاز عظيم للشعب الموريتاني. ولكن اليوم هذا النظام جاء بقانون الرموز الذي يكمم الأفواه ودجن الصحافة. لا توجد صحافة حرة اليوم في موريتانيا. لكنه اليوم لا يحاكم بتهمة تقويض الصحافة دكتور محمد. اليوم لا يحاكم بتهمة تقويض الصحافة. كنت أريد أن أرد على سؤالك لماذا لم السؤال الذي طرحتموه ولماذا لم يتكلم عنها إبان العشرية؟ لأن إبان فترة حكمه كان الجميع يمكن أن يفتح جميع الملفات ويقاضي فيها من يشاء، وتم السجن الكثير من المفسدين في عهده، وهو نفسه اعترف، وكلما اعترف بأن هناك خلل في تسيير الدولة كان هناك تحقيقا عادلا وينشر تقارير محكمة الحسابات ويعاقب ويحاسب المفسدين. أما هذا النظام منذ وصوله إلى السلطة لم يرخص حزبا سياسيا ولم يحاسب أي مفسد، لأنه يريد ولاء هؤلاء المفسدين إلى جانبه، ولأنه يتقوى بهم، وقوته ضعيفة لأن الشعب رفضه. وقلتم وأريد أن أصحح في تقريركم أن الرئيس لا يملك شعبية. أختي العزيزة، مهرجان نواذيبو وهي المدينة الثانية، المدينة العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، أثبت أن محمد عبد العزيز هو من يمتلك الشارع، وأن الشعب الموريتاني يلتف وراء الرئيس محمد عبد العزيز. لما حاول الظهور في مهرجان داني في مدينة روسو حرمه النظام بتجاوز الدستور. هل مع الأخذ بعين الاعتبار أن معيار من يقف إلى جانبه الشعب هو صناديق الاقتراع، اليوم كيف ستكون تداعيات هذه المحاكمة حسب ما يرى ولد عبد العزيز ومناصروه على مستوى المعارضة وعلى مستوى الشارع الذي يطالب قسم كبير منه باستكمال مسار مكافحة الفساد في بلاده؟ نحن اليوم كنا أمام قصر العدالة، وكان هناك آلاف من الشعب الموريتاني، من أفراد الشعب الموريتاني يناصرون ويؤازرون الرئيس محمد عبد العزيز، لأنه منذ أن قادر السلطة والشعب يعيش في ارتفاع الأسعار وفي التضخم خطير وفي انعدام الأمن. بالأمس كان هناك مواطنون تم استهدافهم على الحدود الموريتانية وقتل هنالك 3 أشخاص. فقد المواطن الموريتاني الثقة كاملة في هذه الحكومة. لا
أحد يرجو شيئا من هذه المحاكمة، لأن المسطرة من بدايتها إلى نهايتها خارجة عن القانون، والحكومة الآن تريد أن تخرج الرئيس وترغمه على التخلي عن مبادئه وعن دفاعه عن الشعب الموريتاني، وهو يرفض ذلك. والملف تم استحداثه بعد أن رفض سياستهم وبعد أن رفض إدخال المفسدين في السلطة. ولما رفض ذلك الرئيس الحالي لجأ إلى هذه اللجنة البرلمانية التي فقدت محتواها، لأن البرلمانيين الذين صوتوا عليها الواحد تلو الآخر الكل اعترف بما في رئيس اللجنة آنذاك الوزير الحالي في الحكومة الذي قال بالحرف الواحد أن الرئيس تحميه المادة 93 ولا يمكن البتة أن يحاكم أمام نعم، شكرا جزيلا. أن يحاكم إلا أمام المحكمة السامية. هذا تصوير مسجل ولدينا والجميع يمكن على كل سنتابع تداعيات ونتائج هذه المحاكمة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد بولجبيل، كنت معنا من